السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم أفكار وأطباق موسمية. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم بطاطا معمرة كتجي لذيذة بزاف وكنتمنى تعجبكم إن شاء الله. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. لتحضير هاد البطاطس غادي نحتاجو القزبر والمعدنوس. البطاطس هنا درت 6 حبات ديال البطاطس مسلوقة ومطحونه في الطحان اليدوي، 2 فرماجات مثلثات، القليل من الزيت والتوابل، معلقه ديال السكنجبير، الخرقوم البلدي، الكمون، الملح ودرس ديال غادي ناخذ البطاطس غادي نضيف ليها 2 فرماجات مثلثين ونضيف القليل من الزيت تقريبا ملعقه صغيره، ونضيف التوابل والثوم ونزيد الربيع، وغادي نخلط هاد العناصر نخلطها مزيان. من بعد ما خلطتها مزيان كتجي بحال هكا، ناخذ كويرات من نفس الحجم ونشكلهم كيف ما بغيت. انا غادي ندير هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كندير واحد الحفره الوسط فين غادي ندير الحشوه ديالي وكنشكلهم بالطريقه اللي عجباتني. غندير واحد الشكل هندسي وديما ندير واحد الحفره الوسط فين غادي ندير الحشوه. ها هي كتجي بحال هذا الشكل هذا، وغادي نحطها بنفس الطريقه. غادي ناخذ كويره اخرى بهذه الطريقه هذه، وكيجيو لذاذ بزاف وكيعجبوا حتى الوليدات الصغار، ونقدروا نقدموهم في مائده الافطار في شهر رمضان المبارك ان شاء الله باش ننوعوا شويه. كندير هذا الشكل هذا. المهم هذه هي الطريقه اللي غادي نستمروا فيها. بعد ما قديتهم في اللاطه ديال الفرن كنعمرهم بهاد الحشوه هذه. حضرت هاد الحشوه عباره عن بصله وفلفله خضراء، الزيتون والثوم، يعني كتقدروا ديروا اللي عجبكم، الكفته، الدجاج، اللي بغيتو. دابا غادي نعمر هاد البطاطا. كندير الحشوه هذا الشكل هذا، كنقادها بهذا الشكل هذا، ومن بعد كندخلهم للفرن حتى كيتحمروا. كنشعل الفوق والتحت كنخليهم حتى كيتحمروا، عاد نخرجوهم. من بعد ما عمرتهم غادي ندهنهم بصفر بيضاء مع الخل في الجناب انا هكا. صافي من بعد ما كندهنهم ان شاء الله كندخلهم الفرن ونخليهم يتحمروا حيت كلشي طايب، الحشوه طايبه والبطاطا حتى هي طايبه، غير يتحمروا شويه صافي ونخرجوهم. ها هي البطاطس ديالنا وجدات. كنضيف الفرماج احمر محكوك فوق الحشوه وكنعاود ندخلها للفرن غير باش يذوب الفرماج وكنخرجها. كنتمنى تعجبكم الطريقه وتجربوها ان شاء الله، وكنشكركم على المتابعه ديالكم وعلى التشجيعات المستمره، وما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتبارطاجيو الاهل والاصدقاء. وبالنسبه اللي كيشاهد القناه لاول مره يشترك في القناه باش يتوصل بالجديد بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو. وكنشكركم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.